السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة لكل اللي نفسها تعمل فراخ المقرمشة وخايفة إنها ما تستويش منها. الوصفة دي متجربة والفيديو ما بيكذبش. الفراخ مستوية زي ما احنا شايفين. هنعمل دبابيس وكمان هنعمل حجمها كبير وتقدري تعمليها بكل سهولة، وكمان من غير سلق ومن غير كمان الجلد بتاعها، وهتستوي معاكي وبتعمل اللون التحفة ده بأقوى تتبيلة وأقوى وصفة على الإطلاق. تابعي معايا، ولو أول مرة تشوفي قناتي بقى لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت جميل زيك. يلا نبدأ بسم الله ونعمل مع بعض دبابيس المقرمشة بخلطة ولا أروع. يلا نبدأ ونقول بسم الله. هجيب الدبابيس بتاعتي كده مبدئيا، هي المفروض الصح يعني ان هي تكون الوزن المثالي ليها وسط، مايله ان هي تبقى رفيعه شويه. احنا هنعملها هي سميكه شويه كمان علشان تتاكدي انها هتكون معاكي مستويه. هجيب الدبابيس وتشيلي الجلد بتاعها، طبعا في شطفه كده على السريع الاول، وتشيلي كل الجلد اللي فيها. طب ازاي وتبقى مقرمشه وكده؟ دي كده كمان اصح كتير من اننا نعملها بالجلد بتاعها، عشان ناخد طعم الكفر بتاعها وناكله اولادنا ياكلوه من غير اي ضرر صحي عليهم. بعد ما تشيلي كل الجلد ده، طبعا احنا كنا شاطفينها شطفه وهتلاقي كده في تجمعات دمويه. هنتخلص منها ازاي؟ هنتخلص منها بطريقه جميله جدا ونظيفه جدا وتشيل كل الزفاره. الاول هنعمل فتحات علشان تطمني خالص انها تستوي معاكي كمان، وتبقى كمان شكل حلو قوي في القلي بتاعنا او في التسويه. بتدي كده اشكال متعرجه وشكلها جميل جدا في قطع اللحمه نفسها بتاعه الدجاجه بتاعتك، الفرخه او الدبابيس اللي احنا هنعملها النهارده. هو طبعا كمان انت ممكن تعمليها وزن زي ما قلنا اقل من كده وتبقى حلوه قوي. هتعملي خطوط كده طوليه وناخدها بقى نغسلها كويس جدا. الحاجات دي هتمنع التكتلات الدمويه. كوبايه من الخل على حوالي لتر من الميه، وشويه بصل اخضر كده مليانه اهو في السوق موجود، مع كام شريحه من الليمون وورق اللورا وبس كده. هتجيبي بولة وتحطي البصل الأخضر وتحطي شرايح كده الليمون ورق اللورا، وكمان تقلبيهم في بعضهم عشان تطلع الزيوت العطرية اللي في البصل والليمون وريحتهم تطلع. وتضيفي كوباية الخل وشوية المية بتوعنا، وحطي كده قطع الدبابيس بتاعتنا أو قطع الفرخة لو هتعمليها. بصي، أول ما أنا حطيت هتلاقي كده الدم بيتفصل لوحده لو في تجمعات دموية. شايفة الخل ليه مفعول السحر انه ينظف الفراخ من اي زفاره واي تجمعات دمويه. هنسيبهم حوالي تلت ساعه. في بول هجيب احط فيها بقى معلقه من التوابل دي، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر وكاري وكركم، ونقلب الكلام الجامد ده، وطبعا شطه لو عايزاها سبايسي، وقلبيهم كده مع بعض. وهي دي كمان التتبيله بتاعتنا اللي بتدي الطعم اللي احنا بنحبه. في بوله تانية هجيب بيضه واحده اخفقها كويس جدا، واخد نص التوابل بتاعتي واحطها واضيفها على البيضه، واقلب كويس قوي لما يبقوا ممتزجوا كده، يبقى خليط كريمي ناعم. وهحط كوبايه كده حلوه كبيره من الدقيق. حلو كده. بعد ما حطيت كوبايه الدقيق احط كمان معلقتين كبار مليانين بشكل هرمي من النشا. هبدأ اضيف شويه ميه كده حبه بحبه، ملهمش معيار معين، حسب الدقيق معايا. والمهم ان انا اوصل لخليط كده كريمي، اتقل من خليط الكيك شويه او لحد ما شبهه. شايفه؟ لا هو خفيف ولا هو تقيل. بصوا بقى معايا شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما اتحطت حوالي تلت ساعه في الميه بالمحلول بتاعها. عايزه اقول لكم، بص، ولا نقطه دم واحده للناس برضو اللي بتخاف وهي بتقلي قطع الدجاج بتاعنا يبقى فيه دم من جوه. بصي، ولا اي حاجه خالص. ركزي كده في قطعه الدجاج بتاعتنا من جوه. الدبابيس ما شاء الله المحلول دخل جوه انسجه اللحمه بتاعتنا، قطعة الدبابيس اللحمة بتاعتها، واتخللت جواها. وطبعا دي بتساعد كمان في عملية السوا. بصي انا عمالة افتحها قدامك علشان تطمني ما فيهاش اي تجمعات دموية. شطفناها شطفة تانية كويسة من المحلول ده، كده هي جاهزة من غير اي تجمعات دموية وحلوة جدا. هنجيب الخليط بتاعنا وننزل فيه قطع الدبابيس بتاعتنا. الوصفة دي انا مجرباها وعاملاها مخصوص للي كانوا معايا على جروب مامة جو، وقلقانين جدا ان هم يعملوا الفراخ وبتطلع نية من جوه. حطيها في التتبيلة بتاعتها دي ساعتين 3، يعني انسيها بقى. ولو عملتيها قبلها بليلة تبقى افضل كتير، وتطمني كده وانتي بتسويها وما تقلقيش. طب حتى لو عملتيها ساعة في المحلول في الخليط ده مش مشكلة خالص. في بولة بقى تانية احضر الكفر الخارجي، كوباية حلوة كبيرة كده من الدقيق، واحط بقية التوابل بتاعتي. طيب، واحط كمان معلقتين من النشا، نفس اللي عملته في الكفر اللي فات، وشوية ملح كده عشان نظبط الدنيا معانا.
ويبقى الخليط يعني انا حطيت نشا وكده، يبقى الملح متوازن معايا. شفتوا لونها اتغير ازاي؟ اللون ده اللي احنا بنحبه جدا في الفراخ المقرمشه، اللون الاصفر ده. شكلها بعد ما قعدت 3 ساعات في الخليط ده، بصوا الخليط ممسوك يعني متماسك جدا معاها، مش محتاج حتى لو انا شلتها كده ان الخليط يقع وتبقى خفيفه كده مش هتبقى حلوه. وكمان جميله جدا ان انت لما تعمليها وتسويها تبقى مقرمشه، والولاد كمان ياكلوها كده من غير بقى الجلد بتاعها، مش صحي ابدا يا جماعه للاولاد. هنجيب من الخليط بتاعنا على الكفر اللي احنا عملناه تاني عشان نعمل الكفر التاني في الدقيق، خليط الدقيق اللي احنا عملناه من باقي التوابل. ولاحظوا كده وانا بعمل، لو في فتحات بتاعتي اللي انا عاملاها بالسكينه ادخل منها شويه الدقيق دوت. المهم كل الخليط ده يبقى في جوه قطع الفراخ بتاعتي او الدبابيس. شايفين؟ بس ما اخبطش بايدي قوي عشان اضيع شكل الكرمشه بتاعتنا دي، لا. انا هحاول احطها في الدقيق واشيلها شويه واحطها واشيلها شويه لحد ما يتكون معانا الشكل الحلو قوي المتعرج اللي احنا بنحبه، وما تبقاش شكلها تقليدي كده دبوس فرخه كانها مسلوقه او متحمره عاديه، لا، هتبقى معانا شكلها مقرمش بالشكل التحفه اللي احنا شايفينه. تمام. انا كده خلاص هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه، وراعي جدا واهتمي بالفتحات اللي عملناها بالسكينه ان يوصلها من الخليط ويوصلها من الدقيق ده، عشان الكفر بتاعنا يبقى شكله حلو جدا وتعمل الاشكال المتعرجه اللي انت شايفاها دي. وما تخافيش، جربي وان شاء الله هتدعيلي. بعد ما تخلصي بقى مش لازم خالص تحطيها بقى فتره في الفريزر ولا حاجه، اشتغلي على طول، بس زيت يكون سخن وغزير كده يبقى مغطي الفراخ، واول 5 دقايق يكون الزيت سخن جدا. بعد اول 5 دقايق هتقلليه النار اهدى خالص عن الاول. بصوا بقى تدريج اللون معانا، وبصي قطعة الدبوس عاملة ازاي، يعني عظمات مش عظمة واحدة، جميلة جدا ومقرمشة، والشكل المتعرج مع الفتحات اللي عملناها بالسكينة اديت له شكل رائع جدا جدا. جربيها وتلاحظي كده انت مش هتحتاجي تقلبي الفرخه على الوش، قطع الدبوس على الوش ده او الوش ده خالص. الزيت زي ما قلنا طالما غزير يعني مغطي قطعه الفراخ، خلاص اول 5 دقايق بس يكون نار عاليه وبعد كده نار اهدى شويه. روعه بجد، شايفين الجمال؟ طيب انت قلقانه بقى انها تستوي ليه؟ بقالها كده بالظبط 10 دقايق على في الزيت، جميله جدا جدا جدا. هتاكليها هتنبسطي جدا بطعمها، ولادك كمان هيحبوها جدا. واعمليها وما تقلقيش، وهتبقى مستويه كلها معاكي ودايبه تقريبا حرفيا. جربيها وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. قدميها مع الرز البخاري، مع الرز البسمتي العادي، مع المبهر. يا سيدي بصي بقى معايا كده مستويه ولا مش مستويه؟ دايبه والله، دايبه جدا كمان وتحفه جدا وتفتح النفس على الاكل. والكفر كمان شايفين متماسك ازاي؟ شايفين؟ بجد روعه جدا. قدميها مع الرز بتاعنا، الرز الريزو، او قدميها مع الرز البسمتي زي ما قلنا او البخاري. اي صوره قدميها. بص مقرمشه كمان جدا جدا من بره، والكفر متماسك ازاي، ولادك هيفرحوا جدا. اتمنى من كل قلبي تجربوها. متنسيش لو عجبتك لايك